اليوم وصفتنا وصفة قديمة، وصفة أهلنا. أفضل طريقة لعمل البسبوسة ما تقبل غلط نهائياً، وما تاخذ بإيدكم 10 دقائق وتطلع النتيجة رهيبة. خلينا ندخل على المقادير. عندنا 3/4 الكوب زيت، وكوب كامل لبن، نفس الكوب احنا نقيس. وعندنا بيضتين، وطبعا الفانيلا. راح نخلط المكونات السائلة ونبلش رأسا نحط المكونات الجافة. يعني الطريقة كلش سهلة وما تاخذ نهائيا وقت. والمكونات الجافة عبارة عن نص كوب شكر، وكوب كامل سميد، وكوب كامل طحين، وأيضا كوب كامل مبروش جوز الهند. وآخر شي راح نحط خاشوقة كوب بيكربونات الصودا، وخاشوقة كوب بيكنج باودر. راح نخلط هسه المكونات الجافة ويا المكونات السائلة، ومجرد ما تحسوها إنه خلص هي تجانست، خلص ها هي تفرشوها بالصينية. تجيبون بايركس أو صينية، أي صينية خبز عندكم، تحطون بيها زبد، تمسحوها زين بالزبد، وبعدين تحطون الخليط اللي سويناه. طبعا قبل ما ندخلها بالفرن، بما أنه بيها السميد، فأني أفضل أنه تعوفوها تقريبا يعني 10 دقائق، لأنه السميد راح يمتص السوائل اللي بالخليط. فأفضل أنه تعوفوها 10 دقائق، وبعدين تبلشون أو تحطوها بالفرن. دخلناها بالفرن على درجة حرارة 170، أخذت وياي 40 دقيقة وطلعت بهالنتيجة. هذا حبيتوا تحطون اللوز بكيفكم حطوا، ما حبيتوا تقدرون تزينوها بأي طريقة. وأول ما تطلع من الفرن نحط عليها الشيرة. الشيرة هذه أنا سويت كوب كامل، يعني مج كبير من الشكر، وحطيتها هسه مثل ما تشوفون، وبعدين زينتها بشوية مبروش جوز الهند لأنه أنا كلش أحبه. وطبعا مثل ما قلت لكم اختياري. ووراها تتركوها شوية تبرد، وتقدموها بعدين بألف صحة وهنا إن شاء الله على قلبكم. جربوها وقولوا لي شنو رأيكم بيها، لأنه أنا متأكدة راح تعجبكم هاي الطريقة. طبعا للي ما يعرفها، لأنه هي أصلا وصفة قديمة ومشهورة. يلا باي.